اه يا ماما، امبارح جاي لي الساعة 1:30 بالليل، اقول له كنت فين؟ يقول له كنت في عزا. طب عزا ايه اللي الساعة 1:30 ده؟ ابص على الجي بي اس الاقي كان في زايد كاتب ان هو جاي من زايد لاكتوبر. هو زايد فيه عزا الساعة 1:30؟ افتش في جيبه مفيش حاجة يا ماما، ما بلاقيش حاجة. المهم هطبق طب الغسيل واكلمك. اه صحيح، لا اصبري اصبري قبل الغسيل. امبارح امه كلمته نزل جري. لو انت بقى اللي مكلماه وانا قلت له ماما عايزاك هيجي لحماته؟ اسكتي اسكتي. يا ماما نسيت اقول لك، صحيح امبارح اخته كلمته قالت له انا عايزه فلوس. في ثانيه شغل انستا بيه وراح باعت لها. بقول له بقى انا بكلمه وبقول له ايه الواد تعبان بيكح صدره مشخلل. قال لي غيره شويه ورق جوافه، وانا ولا عارفه يعني ايه ورق ولا عارفه يعني ايه جوافه. استني بقى هاكل الواد سليم واكلمه. يا ماما لا ما تشغليش بالك بالاقساط، انت قسط وانا قسط، ولا تشغلي بالك. لا لا لا، ما هو جالي شغلانه جديده، ده مستلم شغلانه جديده هاخد منها بالدولار. ولا تشغلي بالك ولا تحط في نفسي. لا لا لا، بصي اقفلي انت دلوقتي، هكنس البلكونه واكلمك. يا ماما هعدي عليك النهارده بالليل واجيب لك الذهب. اسمعي مني بس، انا حاطاه في كيس رز، هجيب لك كيس رز هتلاقي افتحيه هتلاقي فيه الذهب بتاعي كله. لا لا، ما انا عرفت انه كان داخل مشروع مع اصحابه وخسر وعايز بقى يتدور عليا يقول الذهب فين، فانا من قبلها كمرت الذهب كله في كيس الرز. هيبقى عندك النهارده بالليل. ماشي، هخلص اطباقي يا حبيبتي واكلمك. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه.